ده شكلي قبل عملية زراعة الشعر. دخول اللونج في الصيام ده حاجة صعبة أوي. بتعود على طول أشرب قهوة هنا، بس بقى خلاص مصايمين فمفيش كلام. وصلنا مطار اسطنبول، هما قالوا لي عند بابا 13، المفروض العربية واقفة مستنياني دلوقتي. تعالوا ما نشوف. سوري؟ أنا تركي. حاجة 5 ستارز 7 ستارز. عربية بصراحة سيرفيس تحفة. العربية خطيرة. المركز نفسه بيبعت لك عربية عشان خاطر توصلك لغاية المركز من المطار، فبصراحة الحاجات دي بتفرق قوي. ايه ده كله يا بوب؟ ده انت طلعت جدع قوي. انا بصراحة فكرت كتير قبل ما اخد القرار ده، بس اكتشفت ان خلاص اعتقد هو ده انسب وقت، لان الموضوع عندي ابتدى يوصل لمرحلة صعبة، وده وراثيا يعني. المكان تحفة بصراحة. لو الميزة التانية بقى اللي اخترت عشانها إليت هير هو إن العملية بدون أي ألم. دي حاجة بتفرق معايا جدا، لأن أنا كنت مستصعب العملية دي جدا، والألم بتاعها طول فترة العملية 6 ساعات ل8 ساعات، وقت كبير جدا. بس طبعا لما سألت كل الناس اللي جربت قبل كده وعرفت هم بيستخدموا التقنية اللي بيشتغلوا بيها ايه، فعرفت ان مفيش اي ألم، مش تحس بأي ألم خالص. وهنفرجكم على الأوضة التحفة دي. بصوا ده ريسبشن كده، في حمام صغير وميني بار وكوفي ماشين، ودي بقى الأوضة الماستر بيدروم. بصوا الأوضة قد ايه، ودي طبعا حمام كبير. فندق تحفة. النهارده تاني يوم في اسطنبول. امبارح وصلنا واليوم كان بس كده ايه، رحنا المركز لكن ما عملش اي حاجه ولا فحوصات ولا اي حاجه. انا كنت طالب اول يوم ده يبقى كده ايه، ان انا اجي عندي شويه حاجات تانية كنت بخلصها بس. والفندق بصراحه الاقامه كانت حلوه جدا، الفندق هادي وبريميوم قوي. والواحد بقى راجع من يوم مرهق امبارح جدا، ننام بقى، نمت نوم عميق النهارده. انت دلوقتي العربيه هتعدي عليا وهنروح عشان نعمل الفحوصات، وبكره ان شاء الله العمليه. تابعوا بقى ايه الستوريز عشان اوريكم كل حاجه خطوه بخطوه. ده جيم كده في المنطقه اللي انت ايه، الممشى ده عاملين لك فيها جيم. وانا جاهز للشغل. كلياته مفهوم، طريقه النوم مفهومه، المخدة بتاعك كيف بدك تستخدمها، وندخلها برقبتنا لفيلم فلو من نوع رمضان بأول 5 أيام. اوكي، بحيث انه ما تلامس المنطقة النزوع. اوكي. عشان ناخذ منك الدم الفحص الأول. هلا مثل ما شفت، بعد ما اخذنا الدم وبعدين عملنا تخطيط للقلب، هلا انتقلنا للتريكول. هذا الجهاز اسمه الترا ساوند، الموجات فوق الصوتيه. من خلال هذا الجهاز هلا اخصائيه التصوير تقوم بتحديد طبقه ضمن فروه الراس. هي الطبقه اسمها ديب ديرمس، الطبقه العميقه. هي اكثر طبقه فيها تربيه دمويه ملائمه للزراعه. رح تشوف قدامك توصيه بالسنه. تمام، شايف كيف حددتها بالمليمتر. طيب ليش عم نحدد هاي الطبقه بالذات؟ برجع بقول لك هي اكثر طبقه فيها ترويه دمويه وملائمه للزراعه. لانه عمق الطبقه بالامام بيختلف عن الوسط، عن الخلف، عن الجوانب، وبيختلف من انسان لانسان. نحن حددنا هاي الطبقه. الفائده انه بنرسل التقرير هذا للفريق الطبي. أقلام الزراعة، أقلام شوي براس أوبر أستاذ أحمد، بتعير طول الإبر على عمق الإبر مشان ناخذ أفضل نتيجة. طول ما أنك عامل عمليات ما عندك حساسية، ما بتستخدم أي أدوية. تدخين.